سمعت مراتي وحماتي وهم بيتفقوا مع بعض على حاجة أنا هعملها لهم، بس الحاجة دي اكتشفت بعد كده إنها تغضب ربنا. في يوم راجع من الشغل بدري شوية كده صغيرين وولادي كانوا لسه في المدرسة، لقيت حماتي موجودة عندنا في البيت، بس في أوضة النوم بتاعتي هي ومراتي وقافلين على نفسهم باب الأوضة وما حسوش خالص إن أنا جيت من بره. المهم قلت إيه، حماتي تلاقيها لسه جاية شغل الحموات ده وقاعدة بتتودود ود 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 كده مع بنتها شوية ولا حاجة قبل ما أنا أرجع من الشغل. ففضلت قاعد بره على بال ما قلعت الشوز بتاعتي وحطيت شنطتي ولابتوبي والحاجات دي كلها. مرة واحدة لقيت مراتي صوتها عالي جدا. طبعا في الأول أنا كان صوتهم واطي قوي كده، فعرفت عشان كده عرفت إن حماتي موجودة. شوية ولقيت مراتي صوتها عالي جدا. إيه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ اللي بتقوليه ده ما يصحش. انت ازاي تجرؤي تقولي الكلام ده ليا؟ انت بتتكلمي عني انا وجوزي وعلاقتنا مع بعض. ايه اللي انت بتقوليه ده وازاي ولقيت مراتي صوتها ده، اللي هي انا اساسا مراتي نسمة، صوتها واطي جدا وحد يعني كيوت في نفسه قوي. فكون ان مراتي تتعصب كده، ده حماتي بقى قالت لها حاجة يعني قلبت الدنيا. انا من كتر ما هي هاديه انا كنت اوقات بقول لها انت في ايه اللي بيعصبك في الدنيا على طول بارده كده؟ فانا عارف مراتي، فلقيتها عماله ازاي يا ماما تقولي كده؟ انت وعماله نفس الكلام تاني 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 وعماله ايه تزعق بعلو صوتها. وحماتي عماله تهدي فيها، بس اهدي افهمي بس الكلام للاخر، افهمي بس الكلام للاخر، والله هنبقى مبسوطين كلنا واحنا الثلاثه هنبقى مبسوطين وعيالك هتتبسط وهنتشيس كلنا وعارف ايه. فمراتي شويه انا عمال ايه، طب عايزه اخش الحقها بس في نفس الوقت عايزه اعرف هو ايه الموضوع اصلا، وخلاص بقى دماغي مسيطره عليا ان انا اعرف الحوار قوي بعد كده اخش اعدي الموضوع. وانا رجلي جايه في السكه، فاللي هو بتقول لها ايه والله العظيم مش حرام. ايه يا بنتي الحرام اللي فيها مش حرام، مين اللي قالك ان انا حرام؟ بصي دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده كل واحد بيقول يلا مصلحتي، وكل واحد بيبقى عايز يتبسط بالطريقه اللي هو شايفها. فاللي انا اللي بقولك عليه ده بقى عادي جدا وموجود، والمشكله يعني فيها ايه؟ فالتانية